وأنت ماشي عادي فجأة رجلك تتكعبل في الهوا وتحس إنك هتقع بدون سبب، كأن الأرض اتحركت من تحتيك. لحظة، ليه بيحصل ده؟ وليه ساعات تحس إنك فقدت توازنك من غير أي سبب؟ السبب العلمي: التوازن عند الإنسان بيعتمد على 3 حاجات أساسية. الأذن الوسطى فيها سائل بيحدد وضع جسمك في الفراغ، وعينيك الاتنين بتساعدك تحدد اتجاهاتك. المستشعرات في العضلات والمفاصل بتبعث إشارات للمخ عشان يعرف وضع جسمك بالظبط، ولو أي حاجة من التلاتة دول حصل فيهم أي لخبطة حتى لو لحظة ممكن تحس إنك هتقع. أشهر أسباب فقد التوازن المفاجئ: التغيير المفاجئ في تدفق الدم للمخ. لو وقفت فجأة وأنت قاعد بقالك مدة طويلة ممكن تحس بدوخة. اللخبطة بين العين والمخ: لو بصيت على حاجة بتتحرك بسرعة مخك هياخد لحظة عشان يوازن جسمك. الأذن الداخلية تلعب معاه: لو عندك التهاب بسيط أو حتى دوار خفيف ممكن تحس بفقدان التوازن. الجهاز العصبي برضه بيلعب دور. أحيانا المخ بيحصل له تأخر لحظي في استقبال الإشارات من رجلك فتبعت خطوة غلط. واخر حاجة اللي هي الإجهاد وقلة النوم والجسم مش مركز في إشارات التوازن بتتلخبط. السؤال بقى: هو ده خطر؟ في معظم الحالات ده شيء طبيعي وبيحصل لأي حد، لكن لو بتحس بيه كتير أو بيجيلك دوخة شديدة يبقى لازم تروح للدكتور عشان تتأكد إن كل حاجة تمام. وافتكر إن التهاب بسيط جدا في الأذن الوسطى ممكن يعمل لك مشاكل كبيرة جدا. الموضوع كله مجرد لحظة لخبط فيها جسمك بين اللي بيشوفه واللي بيحس بيه واللي الأذن بتسمعه، فما تقلقش. دلوقتي قُل لي في الكومنتات حصلت معاك قبل كده والّا لأ؟ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة.